دايما كده قدامي اسم الزمالك يخوفك. عايز اقول حاجه بقى، انا الزمالك. عارف يعني ايه انا الزمالك؟ انا الزمالك اللي كسبت الفرقه اللي واخده دوري ابطال افريقيا. انا الزمالك اللي كسبت الفرقه اللي واخده الانتر كونتيننتال. انا الزمالك اللي كسبت الفرقه اللي واخده السوبر الافريقي. انا الزمالك اللي كسبت الفرقه اللي كسبانه الاهلي. انا الزمالك اللي كسبت الفرقه اللي خدت مكان الاهلي، اللي مفيش ذكر في الاعلام يطلع يقدر يقول كده. انا بلاعب بيراميدز وانا عندي وقف قيد، وانا ما عنديش فلوس، وانا الارض مسحوبه مني، وانا مغير مدرب قبل ما العب الماتش بتاع بيراميدز بثلاث اربع ايام بس يا جماعه. انا ولا عندي استقرار اداري ولا استقرار فني ولا استقرار اي حاجه، ده انا المنظومه كلها ضدي. دول بيحرموا الجمهور بتاعنا ان هو يروح المدرج عشان يعبر عن رايه بس. التحكيم ضدي النهارده، وحلو ليك انت وحش ليا انا. اعلام قبل الماتش ده يقول لك المنافسه كلها الاهلي وبيراميدز، ومين اللي هيصعد للنهائي؟ الاهلي وبيراميدز. طب انا كسبت بعرقي، انت كسبت بالتحكيم عشان سيراميكا اليوم ضربتين جزاء لمسه يد ما اتحسبوش. هو انا بيعجبني فيه ان هو متأثر بصراحة. هو ليه ماسك المايك بجد؟ يعني ليه ماسك المايك وحطه عند بقه كده؟ انا ممكن اعمل المايك بعيد بعيد واتكلم. ليه مدخل؟ يعني ليه متأثر كده وحاسس ان انت في مشهد سينمائي؟ هو انت خايف تنسى الكلام اللي بتقوله ولا ايه؟ طيب تمام، انت بقى كسبت بيراميدز اللي كسبت وعملت وسوت. وهل بيراميدز اللي انت كسبتها دي يا حبيبي هي بيراميدز اللي بتلاعب بالطريقة الاهلي اللي بتلاعب في افريقيا كده؟ على الله ان شاء الله. دي بيراميدز كانت بتلعب معاك بالشوكة والسكينة. تقول لك غلبان خليه يكسب. استقرار ايه وعندك ديون ايه والاعلام ايه؟ ده الاعلام كله الفاسدين اللي زيك الزملكاويه، للاسف للاسف بقولها الزملكاويه معظمهم، مش هقول كلهم عشان في ناس بتفهم كوره، اللي مصدرين المشهد وبيقول لك بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، الزمالك وسيراميكا كليوباترا. هل انت مصدق نفسك ان انتوا الناس كلها ضدكوا كده؟ اللي ما عندكش استقرار، اللي ما عندكش وما عندكش وما عندكش. هل انت مصدر للناس العاطفة اللي الناس لازم تتعاطف؟ كلتوا دماغنا وصدعتونا بكورتين ضربتين الجزاء. وكل الناس حتى معظم الزملكاويه اللي بيفهموا طلعوا قال لك بطلوا هكس بقى، بطلوا هكس. كلمة ده عبد العال دي، بطلوا هكس. وتفضلوا تقولوا ان انتوا مظلومين وان مش ضربة جزاء وان التحكيم ضدكم وان اصلا الكورتين ما فيهمش حاجة. زي الكور بتاعتك بالظبط اللي انت بتطلع تأيد تقول لا ما فيهمش حاجه. بس ازاي؟ لازم اصدر المشهد ان النادي الاهلي فيه عيوب الدنيا طول الوقت. مش انت مستنينه من حد؟ لعبني كوره يا عم، اكسبني في الملعب، اكسبني. انت بتقول مظلوم؟ مدرب بيراميدز طلع بيقول لك ليه ضربه جزاء؟ يعني اللي انت بتقول مظلوم